هيجي الوقت اللي ربنا هيريح قلوبنا فيه بجد. هيجي وقت تحقيق كل الوعود اللي من كتر ما هي عظيمة ورائعة في ناس كتير ما صدقتهاش. تشدد وتقوى، وقت العوض الجميل قرب، وساعتها هنفتكر كل التعب وكل لحظة بكاء أو كآبة عدت علينا، ونضحك من قلبنا أضعاف ما بكينا سنين طويلة. ربنا أعظم مدبر ومخرج لحياتنا، عنده مفيش حاجة اسمها صدفة، كل حاجة بتحصل وراها قصد وترتيب. حتى اللي انت شايفه دلوقتي تعب أو خسارة، ربنا قادر يطلع منه خير أكبر بكتير، ويحول الوجع لبركة، ويصلح كل حاجة اتكسرت جواك أو حواليك. اطمن، كل خطوة بتمشيها حتى لو شايفها تايهة هي في خطة ربنا محسوبة بدقة، وفي الآخر كل الأمور هتمشي لمصلحتك. حتى الحاجات اللي مش فاهمها دلوقتي هتفهمها بعدين وتشكر ربنا عليها. كل مرة تعدي بوقت ضيق، كل مرة تحس ان نفسك مكتوم ومش قادر تكمل، كل مرة تحس انك خلاص وصلت لآخر طاقتك، كل مرة الثقة بتتهز جواك، وكل مرة تلاقي نفسك تايه ومضغوط وسط ظروفك، افتكر ان اللحظات دي مش نهاية، دي بداية لتدخل ربنا بشكل أقوى. لأن ربنا بيشتغل في اللحظات اللي احنا بنضعف فيها، وبيظهر قوته لما احنا بنعجز. يمكن تكون تعبت من كتر الانتظار، ويمكن تكون سألت ليه يا رب وما خدتش إجابة، بس الحقيقة ان ربنا شايف كل حاجة، شايف تعبك وسكوتك، شايف صبرك اللي محدش واخد باله منه، وشايف الدموع اللي نزلت منك في الخفاء. وربنا عمره ما بينسى ولا بيتأخر، هو بس بيجي في الوقت الصح، الوقت اللي يكون فيه الخير كامل والتعويض أكبر من توقعاتك. يمكن الأبواب اتقفلت قدامك، ويمكن الفرص ضاعت من إيدك، ويمكن ناس كتير خذلتك، بس ده مش معناه إن النهاية وحشة، ده معناه إن ربنا بيبعدك عن حاجة مش ليك، وبيحضر لك حاجة أحسن. ربنا مش بيكسر قلبك عشان يوجعك، لكن عشان يشكلك من جديد بصورة أقوى وأجمل. ثق حتى لو مش شايف، وصدق حتى لو مش فاهم، لأن اللي جاي ليك مش قليل، واللي ربنا مخبيهولك يستاهل كل صبرك. كل دقيقة بتعدي بيك وراها راحة كبيرة، وكل دمعة نزلت منك وراها فرح هيغرق قلبك. ربنا قادر يبدل حالك في لحظة، قادر يفتح باب ما كنتش تتخيله، وقادر يعوضك عن سنين تعب في وقت قصير. ما تستسلمش للفكرة اللي بتقول انك لوحدك، انت مش لوحدك، ربنا معاك في كل خطوة، سامعك حتى وانت ساكت، وحاسس بيك حتى وانت مش قادر تعبر. لما تحس انك مش قادر تكمل قول يا رب قويني، لما تحس ان الدنيا تقيلة عليك قول يا رب شيل عني، لما تحس انك تايه قول يا رب دلني، وخليك فاكر دايما ان اللي جابك لحد هنا مش هيسيبك في نص الطريق. ربنا مش بيبتدي حاجة ويسيبها، هو بيكملها للنهاية، وبيحول القصة اللي مليانة وجع لقصة مليانة مجد وتعويض. يمكن دلوقتي انت في فصل صعب، بس ده مش آخر فصل، في صفحة جاية فيها فرح، في باب هيتفتح، وفي خبر هيغير كل حاجة. اصبر شوية كمان وتمسك بإيمانك، وخليك واثق إن ربنا شغال حتى لو مش شايف. ربنا بيكتب لك نهاية أجمل مما تتخيل، فسيب له القيادة واستريح في إيده، وخلي قلبك مطمن، لأن ببساطة ربنا أشطر مخرج، وأجمل قصة هي القصة اللي هو كاتبها لك. كل مرة تحس إنك وقعت، كل مرة الإحباط يتسلل لقلبك من غير استئذان، كل لحظة تلاقي نفسك تايه وسط هموم كتير ومش شايف طريق واضح قدامك، افتكر إن في مكان واحد بس تقدر تبصله فتلاقي راحة حقيقية. ارفع عينك لفوق، أيوة لفوق، مش للناس ولا للظروف ولا للحسابات اللي دايما بتتغير، لكن اللي عمره ما بيتغير، اللي ايده دايما ممدودة ليك حتى وانت مش شايف. سيب عينيك من على الناس شوية، لأن كتير منهم مهما حبوك مش هيقدروا يملوا الفراغ اللي جواك، ومهما وعدوا ساعات الظروف بتخليهم يكسروا توقعاتك، لكن هو عمره ما بيخلف وعد، وعمره ما بيخذل قلب لجأ له بصدق. تعالى النهاردة مش بكلام كبير ولا بصلاة طويلة، تعالى بقلبك بس، وقف وقوله يا رب أنا تعبت، يا رب أنا محتاجك، ساعدنا أحط كل ثقتي فيك أنت لوحدك، ساعدنا أسيب خوفي بين إيديك، واطمن إنك ماسك كل حاجة. يمكن الظروف حواليك لسه زي ما هي، ويمكن المشاكل لسه ما خلصتش، بس الفرق الحقيقي بيبدأ من جواك، لما قلبك يهدى ويستريح، لما تحس إن في إيد شايلاك حتى لو الدنيا كلها ضدك. ربنا مش بعيد عنك ولا نسيك ولا سايبك لوحدك تواجه كل ده، هو شايفك وسمعك وحاسس بكل وجع جواك، وكل دمعة نزلت منك هو عارف سببها.
صدقني، مش كل تأخير معناه رفض، ومش كل تعب معناه نهاية. أوقات كتير ربنا بيشتغل في الخفاء، بيرتب حاجات أكبر بكتير من اللي انت شايفه، وبيحضر لك طريق يمكن انت لسه مش فاهمه. فما تيأسش، حتى لو وقعت 100 مرة قوم تاني. حتى لو حسيت انك ضعيف قوله قويني. حتى لو قلبك اتكسر هو الوحيد اللي يقدر يرممه. خليك دايما فاكر ان اللي ماسك حياتك مش الظروف ولا الناس، لكن إله عظيم بيحبك حب مش مشروط بحاجة. امشي معاه خطوة خطوة، واحكي له عن كل حاجة جواك. ما تخبيش عليه وجعك ولا خوفك، لأنه مش مستني منك تكون قوي. هو مستنيك تجيله زي ما انت، وفي الوقت المناسب هتشوف بعينيك ازاي كل حاجة كانت بتتظبط لصالحك، حتى الحاجات اللي كنت فاكرها ضدك. اطمن، حياتك في ايد امينة، وقلبك له مكان محفوظ عند ربنا. وكل اللي جاي حتى لو مش واضح دلوقتي في خير اكتر بكتير مما تتخيل. بس خليك ماسك فيه، وخلي عينك عليه دايما، وسيب الباقي عليه هو، لانه هو الوحيد اللي لما تتكل عليه بجد عمرك ما هتضيع. ربنا شايفك كويس قوي، عارف احتياجاتك من قبل ما تنطق بيها، وعنده خطة جميلة لحياتك، خطة مليانة خير وتعويض وفرح جايلك في وقته الصح. عشان كده خليك مطمن واهدى كده بقلبك، وخلي ثقتك فيه أكبر من أي خوف جواك. ربنا قادر يشيل الخنقة اللي جواك، قادر يريح قلبك من كل الوجع اللي تعبت منه، قادر يلم تعب السنين في لحظة واحدة ويبدله بسلام وراحة. حتى الحاجات اللي شايفها معقدة ومستحيلة عنده سهلة جدا. مفيش مستحيل عند ربنا، ولا في حاجة تقف قدامه، ولا مشكلة أكبر من تدخله. ربنا شايف دموعك اللي محدش شافها، سامع صلواتك اللي قلتها وانت مكسور، وعارف الوجع اللي جواك حتى لو ما حكيتوش لحد. ربنا عالم بكل تفصيلة صغيرة في حياتك، وعارف انت مستني ايه، وعارف قلبك محتاج ايه بجد. وصدقني مش سايبك ولا نسيك ولا بيتأخر عليك، بس كل حاجة عنده بتيجي في ميعادها الصح. يمكن انت شايف ان الوقت طول، وان الفرج بعيد، وان التعب كتر عليك، لكن الحقيقة ان ربنا شغال حتى وانت مش شايف. بيرتب، بيحضر، بيصلح حاجات كتير حواليك، عشان لما الخير يجي كامل ومش ناقص. خليك ثابت وما تسيبش إيمانك يضعف، لأن اللحظة اللي ربنا هيتدخل فيها هتنسى كل اللي فات. ربنا هيتصرف بطريقته اللي دايما بتبهر، وبحلول عمرها ما تيجي على بالك. هيفتح أبواب كانت مقفولة، وهيطبطب على قلبك بطريقة تخليك تقول إزاي أنا كنت قلقان كده. افتكر دايما إن وجود ربنا في حياتك هو أكبر أمان ليك، وأكبر ضمان إنك مش هتضيع. ولو حسيت بتعب قوله، لو حسيت بخوف احكيله، لو تعبت من التفكير سيبله الحمل. هو مش طالب منك غير إنك تثق وتصبر وتفضل ماسك فيه. اللي جاي أحلى، والتعويض في الطريق، والفرح هيخبط على بابك فجأة. بس خليك مستعد تستقبله بقلب مليان إيمان. قول لنفسك كل يوم أنا مش لوحدي، ربنا معايا، شايفني، سمعني، عارفني، وهيتدخل في الوقت المناسب، والوقت ده قريب جدا.